السلام عليكم. النهارده انا هقلي معاكم سمك البوري. طبعا عارفين سمك البوري ما بيتقليش، بيتشوي. بس النهارده انا هقليه بتتبيله خفيفه خالص كده زي المحلات. بص بقى، اول حاجه انا بجيب السمكيه كده وبعدين بشيل الديل بتاعها كده، وهشيل الزعانف دي. اهي هجيب برضو التانية كده اهو بالشكل ده. هاجي كده في الظهر كده، الظهر لوحده كده بيتنضف لوحده عشان هي ليها ظهر، يعني ما شاء الله بيبقى ليها ظهر اهو. السمكة اهي اهي ما شاء الله زي الفل اهي، مفيهاش اي حاجة خالص. هوطي بقى الحنفية وهبتدي ان انا اشيل البطن اللي جوه دي. بصوا بقى دلوقتي انا نضفت الخياشيم، طلعتها خالص اهي، ما بقاش فيها اي حاجه. هجيب بقى الفرشه كده وهبتدي بقى ان انا ادعك كده، يعني بس على بسيط، لان هي اصلا كده كده السمكه نظيفه فمش بتفرق. هعمل بقى الحته دي كده بالعرض كده اهي، بس كده خلاص اتغسلت اهي. بالشكل ده. اول حاجه عملتها انا جهزت التتبيله دي، بس حصلت مشكله في التليفون، بحسبه بيصور وما كانش بيصور. فانا خلاص قلبتهم على بعض. هقول لكم بقى انا حطيت ايه. حطيت كوبايه دقيق، معلقه توم باودر، ليمونتين، معلقه كمون. لو عندك بابريكا حطي بابريكا هيبقى كويس قوي، بس انا ما لقيتش عندي دلوقتي فانا هعملها بالشكل ده. اول حاجه بقى هعملها انا هجيب السمك كده، هقلب كده السمك بالطريقه دي كده زي المحلات، دي طريقه المحلات. هقلب السمك كده في التتبيله كويس قوي، وهعمل السمك اللي عندي كله بالطريقه دي. نفس الطريقه دي هشتغل على السمك اللي معايا كله. هركنه كده في التتبيله حوالي ربع ساعه، وبعدين هبتدي اقليه. بس هسيبه ربع ساعه في التتبيله عشان ياخد من الملح وياخد من الثوم والليمون والبهارات اللي فيه بالشكل ده اهو. هتبله كويس قوي وبعدين هسيبه بقى زي ما انتم شايفين كده، هسيبه ربع ساعه البهارات تخش جواه، وبعدين هبتدي اقليه. بعد ما سبت السمك 10 دقايق عشان التتبيله، هبتدي بقى دلوقتي ان انا اجيبه من التتبيله احطه في الزيت. بسم الله بالشكل ده. طبعا انا جايبه معايا صينيه كبيره شويه علشان اقلي فيها، علشان انا عايزه اعمل السمكه بحالها كده سليمه، فجايبه حاجه واسعه. بسم الله. وبكده اكون قدمت لكم سمك البوري المقلي، طبعا طريقه جديده لان احنا متعودين عليه مشوي. انا عملته كده صحيح، جميل جدا، لونه تحفه وطعمه ان شاء الله يبقى جميل. جربوه على طريقتي.
ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.